عليكم حبايب قلبي، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد مع نوجة. هنعمل ان شاء الله النهارده شوربه لسان عصفور، وهنعمل رز بشعريه، وهنعمل لحمه محمره. معايا طبعا لسان عصفور اهو، ومعايا رز مصري، ومعايا الشعريه اللي هيتعمل بيها الرز، ومعايا اللحمه. تعالوا بينا بقى نعمل ايه. نعلق على الميه عشان نعمل ايه اللحمه. نسلقها الاول، لازم نسلقها كويس جدا عشان تبقى طريه، وفي الاخر هنحمرها. معايا حله على النار هنعمل فيها الرز. حط شويه شعريه، الشعريه اتحمرت اهي، هنزل عليها بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع على النار يا حبايب قلبي. حط شويه ملح، حط ميه. الرز كده خلاص، نستنى بقى ان هو يتشرب وكده خلاص. الرز عندي هنا بيحتاج ميه زياده، حط له شويه ميه بس كده. نغطي عليه طبعا، سيبه بقى يتشرب. معايا حله على النار هنحط فيها ورق رورو، وفصين حبان، وفصين اللي هو القرنفل اللي هو المسمار، وهنحط مكعبين ماجي، وهنحط شويه فلفل اسود صغيرين، حط حبهان مطحون بس كده اهوت، وهسيبها تغلي. وهنحط بصلايه، هنسيبها بقى تغلي، وبعد كده نسقط ايه اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها ايه لغايه لما تستوي ونرجع لكم. معايا طاسه على النار، حطيت فيها معلقه سمنه، معايا فصين توم، بقطعهم قطع صغيره كده او شرايح صغيره خالص، تدي طعم وريحه للحمه لما انا بحمرها. طبعا ما بسيبهمش يتحمروا قوي. بسم الله. معايا اللحمه اهي اتسلقت. عايزين اللحمه تديها طعم حلو قوي في التحمير، حته ماجي صغنونه جدا يعني لا تذكر يعني، بس كده. الحته الماجي الصغيره ديت بتدي طعم واحمرار كده للحمه المحمره، بتبقى جميله قوي، وتساعدك ان اللحمه تتخمر بسرعه. تاخد لون، وهحط لها كبشه شرب. حط عليها شويه فلفل اسود، رشات خفيفه كده، وشويه بردك رشه ملح بس كده يا جماعه. هروح حاطه لها بقى ايه كبشه شوربه. شايفين الشكل؟ بتبقى متحمره بسيط، وغير الطعم بيبقى حلو قوي. بصوا الله على الجمال.
اسيبها تتشرب حاجه بسيطه جدا، لان انا عايزه فيها الصوص بتاعها ما يختفيش يعني، وارجع لكم. وبكده هي تعتبر خلصت معانا اصلا. وبكده خلصت معانا اللحمه، هنطفي عليها وكده تمام. نعمل بقى شوربه لسان العصفور. يلا بينا. معانا طاسه على النار، بردك فصين توم صغيرين. بحب احط التوم قوي جدا على لسان العصفور وهو بيتحمر، بيدي طعم جدا، بيدي طعم حلو قوي في الشوربه. وجربوها تلاقي طعمها حلو جدا ومميز. طبعا حطيت نقطه زيت صغنونه عشان ما تبقاش دسمه قوي، ونقطه سمنه، يعني تقريبا كله تقريبا معلقه واحده يعني. كاس صغنونه احط نقطه كزبره ناشفه، نقطه صغيره. بس انا مش بعمل ملوخيه. احط لسان عصفور، مش هحط كتير عشان ده بيكتر. تمام اهي. هنقلب. ما بحمروش قوي، يا دوب بس يشم النار كده. معلش يا حبايب قلبي، سقطت لسان عصفور، كنت بفتكر الكاميرا شغاله. اهو سقطته، يبقى واحده وواحده كده، بيديله نص تحميره. نستنى بقى لغايه لما ايه تخلص. وطبعا علقت على الرز اهو. استنوني بقى حبايب قلبي. وده الشكل النهائي لاكلتنا النهارده، شوربه لسان العصفور الجميله والرز الحلو. ادي الشوربه بصوا عامله ازاي، وادي الرز، وادي اللحمه المحمره الجميله بتاعتنا. اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وتدعوا لي دعوه حلوه، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وفعلوا الجرس حبايب قلبي. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.